السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللاب اللي فات اتعلمنا ازاي أعمل استعلام في صفحة مصابة بسيكوال انجكشن. بقدر من خلال الاستعلام ده إني أعرف الداتابيس فيها كام عمود. إنما في لاب النهاردة هنتعلم ازاي نعرف محتوى العواميد دي إذا كان أرقام أو نصوص. لاب النهاردة هيكون بعنوان سيكوال انجكشن يونين أتاك فايندينج ا كولوم كونتنتنج تكست، يعني عايز احدد محتوى العواميد. تعالى بسرعه كده افكرك بحاجه بسيطه من اللاب اللي فات. في اللاب اللي فات اتعلمنا ازاي عن طريق اوردر باي او باستخدام يونيون سيلكت نال ان انا احدد عدد العواميد. اللاب النهارده هيكون بسيط جدا، هو بس عايزين نعرف انه عمود فيهم هيكون بيستخدم تكست. طب انا ليه اصلا محتاج اعرف العمود اللي بيقبل تكست او النص؟ بعد ما نحدد العمود المناسب نقدر نستخدم مثلا انا هاجي هنا واكتب تيست، تمام، علشان اعرف العمود ده اللي بيقبل نص ولا ده. فببساطه كده بعد ما نحدد العمود المناسب بنقدر نستبدل كلمه تيست دي بداتا حقيقيه محتاجين نعرضها في اللاب، او مثلا بنطلب بيانات من جدول معين او الفيرجن بتاع الداتابيز ايا كان. طيب هنيجي نفتح اللاب بتاعنا. طيب الشكل ده يكون اللاب بتاعنا فتح. هنخش على الفانكشن المصابه وهي دائما بتبقى الكاتيجوري. نخش على اي حاجه في الكاتيجوري، طبعا اي حاجه من دول. كل ده شغال. طيب انا دخلت على الفود، عايز اعرف الكاتيجوري ده يعني مصاب هو ده المصاب ولا لا. بالفعل هو ده المصاب، رجع لي انترنال سيرفر ايرور. طيب هاجي اتاكد برضو، اعمل كومنت. لما عملنا كومنت الصفحه اشتغلت بالفعل. ده المكان المصاب وده البارامتر المصاب، ده بيسمى بارامتر. تمام، هنبدا بحقن البيلوت بتاعنا اللي هو يونيون. لازم نستخدم المسافه دي بزائد. تمام تمام. طيب انا قلت له يونيون سيلكت نال، نزود واحدة نل كمان. بالفعل الموقع بيحتوي على 3 عواميد. طيب عايزين نحدد أنا عمود فيهم اللي بيقبل النص، فهاجي أكتب له نص مثلا، أقول له في العمود الأول لازم أفتح سنجل كوت أقفلها، وليكن مثلا إيه تيست ايرور، يبقى مش هو ده، يبقى غالبا العمود ده بيحتوي على رقم. هنتأكد. بالفعل بيحتوي على رقم. تمام. تعالى نشوف اللي بعده. اشتغل. يبقى بالفعل العمود التاني هو اللي بيحتوي على نصوص او تكست. هنرجع لصفحه الهوم تاني، هنلاقي ان هو كاتب لي ميك ذا داتابيز ريتريف ذيس سترينج، يعني هو عايز الداتابيز ترجع المحتوى ده. فلازم ناخد المحتوى ده السنجل كود بتاعه كده. تعال. احنا قلنا ان العمود التاني هو اللي بيقبل تكست. تمام. كونجراتوليشن، حلينا اللاب. طيب تعالى اقول لك الملخص بتاع النهارده بالسريع كده. احنا حددنا اول حاجه الانجكشن بوينت، تمام، يعني اللي هو خانة الكاتيجوري، وده البارامتر المصاب الانجكشن بوينت وهو كان الكاتيجوري. بعد كده اختبرنا السيكوال انجكشن طريق السنجل كود. تمام، عرفنا عدد الكولوم باستخدام اليونيون سيلكت نال اللي هم في الاخر طلعوا 3. بعد كده انا حددنا الكولوم اللي بيقبل تكست، وبالتالي بقينا قادرين نستخدمه في اليونيون انجكشن، وبالفعل هو ده اللي عملناه. اشوفكم في حلقة جديدة. كان معكم حليمو من سايبر حليمو، والسلام عليكم.